يا اختي سنة انت يلا تيخرجوا انت الا عندك مشروع ديال تربيه الدواجن، من الاساسيات اللي خاصهم يكونوا عندك هو واحد الفقاصه اللي كتكون ناجحه في التفقيص. هي الامانه ديالك جبتها لك عند غزاله هانتي كما كتشوف. داكشي علاش كومونديت فقاصه اللي وصلتني من سلا حتى لاكادير، وخديتها عند كوفوز الداودي. وصراحه واخا البعد بين سلا واكادير وصلتني في ظرف 24 ساعه مع غزاله. ودابا غادي نحلو الفقاصه باش نشوفوها بلي ديتاي كتر. الفقاصه كتجي على هذا الشكل وانتم كتركبوها، وتقريبا كيجي معاها كاع داكشي اللي غادي تحتاجوه. هادو اللي كيحركوا البيض وسط الفقاصه اوتوماتيكيا، وهادو فين كتبرونشيو قرعه الماء اللي كتزيد الماء للفقاصه. وهنا كيجي معاها واحد الكابل اللي كتبرونشيها به في الضو، وواحد الكتيب ديال الارشادات. ونورمالمون هاد الكتيب خصو يكون الفوق ديال الفقاصه باش الواحد يعرف يركبها من الاول. وهاد الكابل هذا غادي تحتاجو الا بغيتي تخدمها بالباتري. دونك فوالا انا ركبت الفقاصه ديالي هي بحال هكا. اهم حاجه هو هاد البريز هذا تشعلوه. علاش هي دابا كتغوت؟ حيت خاصني ندير ليها الماء. هنا هي الماء، حاولت نجيب قرعه الماء ونركبها مع وحده من هادو.